سلام عليكم. أنا عارف إن ممكن في يوم تكون عملت حاجة غلط، يمكن كذبت أو شتمت أو حتى بطلت تصلي، وحسيت بعدها إنك مش نافع وإن ربنا مش هيسامحك. بس اسمعني في الدقيقة دي بس. في واحد زمان قتل 99 نفس، 99 بني آدم ماتوا بسببه، بس راح لراهب وسأله: ينفع أتوب؟ الراهب قاله لأ، فقتله وكملهم 100. وبعدها راح لواحد عالم سأله نفس السؤال. العالم قال: ومن يمنعك من التوبة؟ بس روح لبلد تانية فيها ناس صالحين وابدأ من جديد. الراجل مشي في الطريق ومات في السكة. عارف ربنا عمل إيه؟ أمر الملائكة تقيس المسافة بينه وبين بلد التوبة، وطالع أقرب ليها. فربنا دخلوا الجنة. يعني مهما كان ذنبك، لو نويت التوبة ربنا بيغفر. بس في ذنب كبير ناس كتير مش بتاخد بالها منه. عارف إيه هو؟ زعل الأب والأم. عارف إنك ممكن تكون كويس وتصلي وتعمل خير، بس صوتك عليا يوم على أمك، نظرتك كانت فيها تحدي وقلت حاضر بقرف. ده اسمه عقوق. وربنا قال في القرآن: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني حتى كلمة أوف حرام. لو أمك زعلانة منك أو أبوك حزين بسببك، اوعى تنام قبل ما تراضيهم. طاعة الأب والأم مش اختيار، دي طريقك لرضا ربنا. أنا سمسم، مستنيكم دايما هنا.